مبلغ 228 مليون و500. سمعني تاني. 228 مليون و500. لا سمعني تاني. 228 مليون و500 ألف جنيه مصري. لا الشريط بيسف، سمعني تاني. 228 مليون و500 ألف جنيه مصري بعد خصم قيمة هدايا الساعات والتي لن ترد. أخذهما النادي الأهلي على سبيل الأمانة. ثانية واحدة. لا على سبيل إيه؟ الأمانة. ماشي. لحين صرفهم على النحو التالي: رقم 1. سيبك الصرف. ودعم كبير لم يسبق أحدا أن قدم مثل هذا الدعم للنادي الأهلي المصري، إلا أن المنذر أثناء تواجده بالنادي الأهلي المصري كرئيس شرفي للنادي قد نما إلى علمه بوجود تلاعبات من أموال ذات. وجود إيه؟ تلاعبات. ومين اللي اتحبس؟ من أموال. مين اللي اتحبس؟ كمل. وجود تلاعبات من أموال ذلك الدعم، وأن أموال هذا الدعم لم يتم صرفها في الأوجه المخصصة لها والمتفق عليها بين المنذر والمنذر إليه، حيث أن المنذر قدم المنذر إليه مبالغ مالية كبيرة وتبين له بأنها لم تصرف في أوجه الصرف المتفق عليها. وقد تبين أيضا المنذر بأن العمال بالنادي الأهلي لم يأخذوا مكافآتهم التي خصصت لهم من المنذر. يعني راجل ترك اداله مبلغ يديه العمال. كمل يا ابني. عمل ايه بقى؟ بل استلموا منها جزء بسيط. اللي رفع راسكم. كمل.